هذا الملف شائك. شوف، عبر 15 سنة ما لقيت إلا 7 8 كتاب قدروا يتناولونه من بعيد لبعيد. مافيا مخيفة. تعرف ايش معنى مخيفة؟ خليني ارسم لك السيناريو. احنا نتكلم عن سيول جدة، هذا اخطر من سيول جدة. سيول جدة احنا زعلنا على 2 مليارين نقول اختفت. انت سنويا 4 مليار في سوق الاعلان تختفي. وين تروح؟ تروح للمافيا اللي خلينا نسميها، اقول لك 90% منها لبنانية، مقرها في دبي، مسيطر على الإعلان في الوطن العربي، خلينا نقول في الخليج، لأنه مصر حموه المصريين، كانوا بيتغيروا المصريين، لكن المصريين حموهم في 2013، سووا شركة وقفلوا الباب على هذه المافيا. المافيا دي تسلطت على الناس وبدأت تدمر المؤسسات الوطنية الصغيرة في الإعلان، صارت هي المتفردة في السوق وجالسة في الواجهة، هي الموجودة هذه. أنت لو كتبت مافيا الإعلان في جوجل يطلع لك كل المستندات. أتكلم لك من البداية. من وين جت البداية؟ قبل كم سنة شوف الحياة نشرت قال جنسية أجنبية، ما هم قادرين يسمون، خايفين الحياة لأن هم يعلنون عندهم، كل الناس تخاف. أكبر تلفزيون في الوطن العربي في القنوات محتكرته، الصحف الإلكترونية كبيرة محتكرتها هذه ولا تقدر تتكلم. لذلك الآن طالما حنا أعلنا الحرب على الفساد وهم جزء من الفساد، يجب أن يحقق، يفتح ملفات مع الكل. ترى مع الأسف شركات لقيتها، ما بسمي عشان لا ندخل في قضايا، شركات كبيرة السعودية وهيئات جديدة للتسلية وكذا وقعت مع هذه الشركات بدون ما تشعر. طيب بس كيف استطاعوا أن يحصلوا على هذه القوة وعلى هذا النفوذ حتى يسيطروا على سوق الإعلان السعودي؟ بالفساد والتزوير والإغراء وتدمير. مثلا تقول لك أنا مؤسسة إعلامية، والله جيب في السنة 4 مليون إعلانات، يقول لك خذ 5 مليون وخليك بعيد بس، وأنا يدمر ولا حد يقدر يقرب منهم. ترى الإمارات عانت منهم وحنا عانينا. أنا أقول الآن حنا قادرين. الملف طبعا شائك وطويل. خليني أشكر الناس اللي كتبوا من بعيد البعيد، وأولهم وأرجلهم وأشجعهم ياسر الغسلان. لو كتبت ياسر الغسلان يطلع لك، لأنه سمى، قال إنها جمهورية شويري، سماها بالسيطرة وقال هذه كذا. ناصر الصرامي قال الإعلان الابن الضال في السعودية، الابن الضال لأنه ما له أحد تايه. سلطان محمد آل سلطان شو اسمه